شكرا لو تسمح. اسمعني شكرا لو تسمح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بيكم وحلقة جديدة من اسمعني شكرا. أنا أعرف شباب قالوا كلام، الكلام ده خلاهم ناجحين قوي. أعرف شباب تانيين قالوا كلام، الكلام ده خلاهم بعاد قوي. أعرف شباب قالوا كلام خلاهم قريبين من ربنا جدا، وأعرف شباب قالوا كلام بعدهم عن ربنا جدا، وأعرف شباب اتكلموا كلام كتير وكان سبب فشلهم في حياتهم. علشان كده دي أهمية الكلام، دي أهمية الكلام. والكلام بيجي من اللسان اللي بيتكلم طول اليوم لأنه ما بيتعبش. ولذلك تعالوا نعمل ثورة على لساننا. يا ترى كم كلمة طلعتها النهاردة ربنا راضي عنها، وكم كلمة طلعتها النهاردة ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليها. تعالوا نقف مع نفسنا وقفة، جدد نيتك، جدد كلامك، جدد لسانك. يا ترى اللي أنا بقوله ده في ميزان حسناتي ولا سيئاتي؟ الكلام اللي أنا قلته كلام يرضي ربنا سبحانه وتعالى ولا لأ؟ الكلام اللي أنا قلته لو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وأنا عايش في عهده كنت هقوله ولا مش هقوله؟ ما تيجوا نقف مع نفسنا وقفة ونفكر في لساننا شوية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. تاني، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. تخيلوا دي، إيمانك مربوط بقلبك وقلبك مربوط بلسانك. ولذلك ابن القيم يقول لك: القلوب قدور. القلب عامل زي الحلة كده، وألسنتها ومغارفها ألسنتها. المغرفة بتاعتك يعني قلبك عامل زي الحلة، والمغرفة اللي انت بتطلع بها من قلبك هي لسانك. فاللي بيطلع من اللسان نابع من القلب. فشوف قلبك لو عمران بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته تطلع كلام كويس، إنما لو بعيد تشتم وتسب وتلعن وتغتاب وتنم. والنبي علمنا كتير صلى الله عليه وسلم إن راجل يقول كلمة لا يلقي لها بالا، قال كلمة ومشي ولا في دماغه، يهوى بها في النار 70 خريفا. تخيل كلمة أنت قلتها ونسيتها ومش فاكرها تقعد بها في النار 70 خريف، يعني 70 سنة. يا أنت لسه راضي إن أنت تقعد بكلمة واحدة 70 سنة في النار؟ ليه تتأخر عن الناس اللي داخلين الجنة؟ ليه تتأخر عن الناس اللي بتحب النبي أو نفسها تدخل الجنة معاه صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عندك ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، ورقيب وعتيد. مش ده رقيب وده عتيد، لا ده فهم خاطئ. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الاثنين، الملك اللي على اليمين وملك الشمال، الاثنين فيهم نفس الوصف، رقيب وعتيد. رقيب يعني مراقبك في كل حاجة صغيرة وكبيرة، في كل حاجة صغيرة وكبيرة. وعتيد يعني ما بيفوتش أي حاجة، عتيد وشديد لا يفوت أي شيء. فيا ترى صحيفتك مكتوب فيها كم كلمة خير وكم كلمة فيها شر، كم كلمة فيها حسنات وكم كلمة فيها سيئات؟ علشان كده أقف مع نفسك وقفة، فكر في كلامك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب ما نقول لا إله إلا الله كتير في اليوم، وخلي آخر كلامك لا إله إلا الله. خلي بالكم، إسلامك بيبدأ بكلمة ونهايتك بتنتهي بكلمة. فلو أنت حسنت كلامك بين وقت إسلامك ووقت آخرتك وخاتمتك بكلام جميل، ربنا يثبت لسانك على لا إله إلا الله. ربنا يثبت لسانك على لا إله إلا الله. فكر في كلامك من جديد، وتذكر أن كل حاجة بتقولها مكتوبة، كل حاجة بتقولها مكتوبة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. تعالوا كده كل واحد في الفاصل يمسك لسانه ويقول: يا ترى لساني عامل معايا إيه؟ فثورة على اللسان. نسيبكم تستغفروا ربنا ونرجع نكمل. خليكم معانا، لسه عندنا كلام كتير. اسمعني شكرا لو تسمح. يا ترى أخبار لسانك إيه؟ عملت ثورة عليه؟ فكرت؟ طب ما تيجوا نحسبها كده. تعالوا أكننا واحد بيسجل لنا الكلام اللي قلناه على مدة ساعتين فاتوا. تعالوا نحسب كم كلمة رضينا فيها ربنا، وكم كلمة فيها ربنا والحمد لله وسبحان الله واستغفر الله والحاجات دي. وتعالوا نحسب كم كلمة فيها شتيمة وسب ولعن وغيبة ونميمة وفحش وكلام ما ينفعش يتقال. تعالوا نحسب ونشوف النسبة كده، نسبة الكلام اللي أرضى ربنا عننا ونسبة الكلام اللي فيه غضب ربنا علينا. ولذلك ربنا علمنا في سورة الانفطار:
لما ربنا يقول لك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، احنا ايه اللي غرنا صحيح؟ شايفين نفسنا ليه؟ عايشين نفسنا ليه؟ ما نسمع بعض ونفكر مع بعض. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وربنا بعد شوية من الآيات يقول لك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل اللي انت بتعمله مكتوب، كل اللي انت قلته مكتوب، كل اللي انت ناوي تعمله بينكتب. ففكر، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والنهاية هنفترق على نوعين، على صنفين، على فئتين. الفئة الأولى إن الأبرار لفي نعيم، والثانية وإن الفجار لفي جحيم. فأخبار لسانك إيه؟ هل لسانك هيتعدل؟ هل لسه هقول كلام وأنا عامل نفسي مش مسؤول عنه ومش واخد بالي منه؟ فلسانك بتاعك أنت، لسانك. يلا ثورة على اللسان. تعالوا ننقي ألسنتنا من الكلام اللي مش كويس عشان القلب يعيش كويس. تعالوا نساعد بعض. ساعد أنت نفسك، ساعد قلبك وتفكيرك وعقلك وروحك وكيانك بلسانك. ولذلك كل يوم الجوارح بتاعتك تنادي على اللسان، والحديث في الصحيح، وتنادي على لسانك وتقول يا هذا اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا. لو أنت بقيت كويس هنبقى كلنا كويسين، وإن اعوججت اعوججنا. بجد كم كلمة واحد قالها لك ربنا كان جعلها سبب في هدايتك، وكم كلمة واحد صاحبك قالها لك كان السبب إن أنت بدأت تشتم أو تقول كلام مش كويس وتبعد عن ربنا كتير. كل دي بسبب كلمة واحدة، كل ده بسبب كلمة واحدة. ممكن الكلمة دي تفرق معاك كتير. النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه إنه عم يقول كلمة تشفع له عند ربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا نحافظ على كلامنا ونفكر في كلامنا، لأن كل كلمة بنتحاسب عليها. فعلشان كده فكروا شوية في كلامكم. تعالوا نسمع بعض، بدل ما بنتكلم بس نسمع بعض ونوعي بعض. ولو حد بيقول كلام وحش وانت واقف معاه قول له بلاش تقول الكلام اللي بيعلمني الكلام الغلط. عايزين نقول كلام كويس، كلام يشجعنا، كلام يجيب لنا إيجابية. محتاجين نسمع بعض، محتاجين نسمع بعض، محتاجين نفكر في لساننا شوية علشان نقول يا جماعة لسانك مهم. لسانك بيغير حياتك، لسانك بينجح حياتك، لسانك بيكتب حسناتك، لسانك بيقول كلام إما في الجنة وإما في النار. يا رب لساننا كل كلامنا اللي بيطلع منه يكون في الجنة. نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. ابعت لنا قول عملت ثورة على لساني وقفته عن كلام كتير غلط بيقوله. نشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعني اسمعني اسمعني، شكرا لو تسمع. اسمعني شكرا لو تسمع.